السلام عليكم ومرحبا بكم. نتمنى كامل تكونوا بخير ان شاء الله وتكونوا كامل في احسن الاحوال. الوصفه تاع اليوم شطيطها سردين. كما راكم تشوفوا حميمه راه متجمره. كما يقولوا المصريين تستاهل بؤكم، يعني وصفه اكثر من رائعه. اذا كنتم حابين تعرفوا الطريقه يلا معايا نشوفوا الطريقه والمقادير مع بعض. اول حاجه حنبدا بها نقي السردين. حبيت نوريكم هذه الطريقه تاع السردين تاع بالمقص، يعني انا صراحه عجبتني هذه الطريقه. تسهل يعني الخدمه. بالك نهار الاول تحسوها بلي تشدي لكم شويه الوقت، بصح ديروها مره زوج خلاص توليو تحسوها بلي هذه هي اسهل طريقه. ومهم انا حبيت نوريكم وانتم حبيتوا تجربوها، حبيتوا تنقيو بالطريقه العاديه. هذه حاجه اللي عجبتني فيها، تنحي هذاك الشوك اللي يقعد زايد هكذا في الحبه تاع السردين. كي نحيو باليد يقعد هذاك الشوك زايد وتجيش الحبه متحوفه، مي هكا تجي الحبه متحوفه يعني هايله. المهم انا نقيت كامل السردين. هنا بعد ما نقيته رحت غسلته مليح، لازم تغسلوه مليح السردين. ومن بعد هنا ما غسلته نجي نحيلو هذوك الحراشف. انا لازم نحيلو حبه بحبه، كاين اللي يغسلوه برك مليح ومن بعد يعني يتنحى داك الحراشف اللي بزاف والباقي يخلوه. انا صراحه ما نقدرش هكاك. وما في البنه يعني افضل كي تنحيو له كامل الحراشف وتخليهم ماشي كيف كيف. انا نشدهم هكا يا اما بالموس يا اما باليد، يعني تكون عندكم شويه ظفرتين كيما يقولوا تقدروا تنحيوهم باليد بهذه الطريقه. انا في العاده يعني نخدم هذه الخدمه تحت الماء، ندير الماء يعني نحلها العين تاعي قليله ونخدم تحت الماء. مي دوك عجلت التصوير درت لكم برك هكا في الباسينه. المهم هنا شوفوا بعد ما غسلت السردين ولا يشعل، انا لازم نغسله هكا حبه بحبه. ومن بعد لهنايا جيت نحيلو الشوك هذاك. هنا الا كنتو حين تقليوه نورمال اكيد تخليوه نورمال، ولا كنتو حابين تنحيولو يعني الشوك تاعو بهذه الطريقه. ممكن كاين مبتدئات ما يعرفوش الطريقه، راهي واضحه في الفيديو. حاولوا نجبدوا هذاك الشوك يعني مليح من اللحمه تاع السردين هكذا، ونحاولوا ما نضيعوش اللحمه تاع السردين، نحيو غير الشوك كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. واكيد ما تنساوش هذيك اللي تجي في الظهر، هذه هي العفسه. والاحسن نحيوها هي الاولى ومن بعد نحيو الشوك اللي في الداخل هكا باش تجيكم سهله. لازم تنحيوها الا كنتو حديروا شطيطها، الا كنتو حديروا مقلي تقدروا تخليوها. مي انا صراحه نحيها، يعني اي طريقه حنطيب بها السردين نحيها هي ونحي الشوك هكذا نتحصلوا على السردين تاعنا نضيف. كمل كامل الكميه تاع السردين تاعي بنفس الطريقه كما قلت لكم. ما تنساوش هذيك العفسه اللي تجي في الظهر تاع السردين. هنا بعد ما كملتهم انا كنت حطيتهم كامل حبه فوق حبه. الا كنتوا هنا حين تقليوهم ولا تحمروهم عادي خليهم كما راهم، ولا كنتوا حتى ديروهم في شطيطها كما درتهم انايا نحيو لهم هاد الزعانف هذوما اللي في الطرف كما راكم تشوفوا، لانه حين يعطيو لكم منظر ماشي شباب ولا حيعطوا ذوق شباب في الشطيطه تاعكم. المهم كيف نحيت لهم كامل هذوك الزعانف. شوفوا كي تخدموا بالمقص كيفاش يجيوكم الحبات تاعكم شابين ومتحوفين وما كاش هذاك الشوك الزايد خارج من الحبه تاع السردين. المهم هنايا بعد ما كملت هذاك السردين وليو للمرق تاعنا. هنا المرق انا السردين عندي كيلو ورطل. انا في الكميه تاع كيلو ورطل عندي راس كبير ونص تاع الثوم كما راكم تشوفوا، قزبر، 3 حبات طماطم متوسطه والاحسن يكونوا حميمرين باش تعطيكم يعني نتيجه مليحه. ملعقه كبيره طماطم وحوالي ملعقه كبيره تاني تاع الدرسه اللي عندها، اللي ما عندهاش تستغنى عليها وضعف الطماطم. عندي ملعقه صغيره قزبر، تقريبا ربع ملعقه كمون، نصف ملعقه فلفل اسود وملعقه صغيره ملح. والملح يبقى يعني على حساب الرغبه، كي نبداو نطيبوا نشوفوا يعني الا يخص ولا لا. وما نساوش الحار اللي يحبوا الحار. المهم درت الدرسه تاعي في المهراس كما راكم تشوفوا، حطيت الملح والثوم والتوابل نهرسهم مليح، من بعد نضيف الحار والطماطم المصبره والدرسه ندرس مليح حتى يترحالي مليح هذاك الثوم. ومن بعد ضفت القزبر. جبت الطاجين اللي حنطيب فيه، درت فيه الزيت. هنا حوالي ربع كوب تاع الزيت. درت هنا خليط بين زيت الزيتون والزيت العاديه، نتوما ديروا واش حبيتوا. ومن بعد حطيت الدرسه تاعي وحطيت الطاجين فوق النار. اكيد نقدروا نطيبوه في طنجره ولا في مقله ولا كيما حبيتوا. خليت هذيك الدرسه تتقلى مليح على نار هاديه، يعني قد ما تقليوا الماكله تاعكم مليح وعلى نار هاديه قد ما حتعطيكم نتيجه احسن، يعني في اي نوع تاع طبخه ماشي غير فيها شطيطها. المهم بعد ما تقلات لي يعني زدت ضفت الطماطم اللي كنت نحيت لها كاع الزريعه والاحسن قشروها
ورحيتها هكا في الروبو، ضفتها وضفت عليها اوراق تاع الرند. انا درت 3 اوراق كما راكم تشوفوا كبار شويه. حركتهم مليح وزدت خليتهم يتقلاو مليح. نخلي الدرسه تاعي ولا هاد التقليه تاعي تتقلم مليح كما راكم تشوفوا حتى تتجمر هكا وتصفي الزيت تاعها. يعني تحسوها بلي تقلات تجمرت. يعني كما قلت لكم قد ما تخليوها تتقلى مليح قد ما حتعطيكم نتيجه احسن. لهنا بعد ما تقلات لي مليح دوكا نمرقها. مرقوا بكاس تاع ما، هذا ما كان انا مرقت شويه زياده. زيت وليت نستنى فيه ينشف. الاحسن هنا مرقوتوما غير بكاس ما تكتروش المرقه. السردين ما يحتاجش مرق بزاف، ما هو اللي يطول في الطياب يعني تقولوا هذاك المرق حيتبخر، ما هو اللي حيتشرب يعني كميه تاع الماء. كما قلت لكم ما تكتروش. نزيد نغطي على المرق تاعي ونخليه يطيب واحد 5 دقائق هكذاك حتى ل 10 دقائق. الا كان عندكم الوقت خليوه حتى ل 10 دقائق وخليوه يتجمر هذاك المرق. بعد ما تجمر لي المرق كما راكم تشوفوا ونشف يعني، ودائما تلقاو يعني صفات المرقه الزيت تاعها هكا على السطح. هنا تعرفوا بلي المرقه تاعكم راهي تقالت. وكما قلنا السردين ماهوش حيحتاج كميه كبيره تاع المرق. هنايا شوفوا السردين تحبوا تحطوا حبه فوق حبه كما وجدناه من قبل. انا صراحه كنت حنحطوا حبه فوق حبه ومن بعد خممت لا نحط كل حبه وحدها. نحسهم يعني يتشربوا البنه تاع المرق احسن كي نحط كل حبه وحدها. وانتم كما حبيتوا تحطوا هكا بالحبه، حبيتوا تحطوهم فوق بعضهم. المهم كما راكم تشوفوا في الفيديو راني نحط كميه تاع سردين ومن بعد نحرك بالملعقه. حركوا غير بالعقل هكذا باه ما يلصق لكمش السردين فوق بعضه البعض وتجي لكم يعني الشطيطه تاعكم متحوفه. يعني والطريقه راهي واضحه في الفيديو. نخلي السردين تاعي يطيب واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق. يعني المهم تحسوا باللي المريقه تاعكم خلاص تجمرت والسردين تاعكم طاب. وهذه هي النتيجه. يعني النتيجه راهي تشهي، الصوره تاعها راهي تشهي وصدقوني جات بزاف بنينه. هذه شطيطها كما نقولوا هي طبق تقليدي جزائري، واكيد من منطقه لمنطقه حيكون اختلاف بسيط. نتمنى تشاركوني نتوما الوصفات تاعكم، يعني وصفات تاعكم كيفاش ديروا شطيطها ومن اي منطقه. هكذا نزيدو نستفادوا من بعضنا اكثر واكثر. في الاخير ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم والى الملتقى ان شاء الله.